خدنا موضوع من الموضوعات وبدانا نتناقش فيه. احنا عدد الموجودين مثلا 25 واحد موجودين مثلا، كل واحد هيطلع بايه؟ برأي او بفكره جديده. يبقى انا لو جاي معايا معلومه واحده وخلصت اليوم اللي انا قضيته في التدريب، هطلع معايا كام معلومه؟ باقي اليوم معايا 24 معلومه على المعلومه بتاعتي. يبقى انا اكتسبت خبره ولا ما اكتسبتش؟ يعني مجرد حتى لو هنقعد وندردش مع بعض في اي موضوع خاص، سواء بقى الموضوعات اللي نازله على الموقع نفسه اللي هي خاصه بالتدريب، او موضوع يخص العمليه التعليميه. يعني احنا بنتكلم عن التعليم الفني ككل، اذا كان بقى تجاري زراعي صناعي، احنا بنتكلم ان ازاي ان انا فعلا اكتسب خبرات وافكار جديده من الاخرين. يعني مش شرط يجي المحاضر معاه مثلا ايه الماده العلميه وبيبدا يقول راس الموضوع والعناصر وخلاص خلصت الموضوع، لان اكيد احنا بعد ما نخلص هنلاقي نسبه تحصيلنا، يعني لو هنقول ايه؟ لا مش هتبقى صفر، هتبقى عاليه. افضل واحد فينا هيحصل نسبه 10%، ولو حصل نسبه على 10% على فكره دي نسبه فوق الممتازه. ان انا احصل من المحاضره بتاعتي نسبه 10%، لان المطلوب حتى حضراتكم كنتوا مريتوا بمراحل ايه؟ ان انتم مدرسين بتدخلوا داخل الفصول